أكدت الحكومة المغربية أن شركة جوتيون الصينية للتكنولوجيا الفائقة ستبني أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، والأول على الصعيدين الإفريقي والعربي. شركة جوتيون هي أحدث شركة تستثمر في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب، الذي يسعى إلى تكييف قطاع السيارات المتنامي مع الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية. الحكومة المغربية وشركة جوتيون وقعتا اتفاقا استثماريا للمصنع العملاق. وقال مكتب رئيس الحكومة المغربية أن الشركة الصينية تعتزم زيادة طاقة المصنع مع استثمار قد يصل إلى 6 مليارات دولار في نهاية المطاف. القرب الجغرافي للمغرب من أوروبا واتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصناعة السيارات الحالية تجعله جذابا للشركات الصينية في مجال تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد أعمالنا.